السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه النهارده؟ طبعا يا جماعه النهارده زي ما قلنا لكم، زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان انا هنزل طريقه تنزيل شرح طريقه تنزيل لعبه FPS 2023. فطبعا يا جماعه هننزلها بطريقتين: طريقه الروابط فهسيبهولكم في الوصف، وطريقه البحث، بس الاضمن طريقه البحث لان معظم الروابط ما بتفتحش. تمام. اول حاجه هنقوم داخلين على جوجل في البحث، نكتب تنزيل FPS 2023 الدوري المصري، هتلاقي هو ده الخيار حياته. ما تضغطش على اول بتاع، انزل خد اللي مكتوب عليه اشرح لي، هتلاقي ده هو ده اللي انت هتنزل عليه. تضغط عليه من هنا، وبعد ما تضغط عليه هقوم نازل هي هيجيب لك، بس هو بيخدعك ان دي هي الصورة لكن مش هي دي. فهننزل بالراحة، هنتنينا ننزل تحت خالص لحد ما نشوف ضوء. طبعا احنا مش هنضغط على اي حاجة غير على دي ودي ودي، يعني عايزين بس التلاتة دول. هنختار اول واحدة نضغط عليها، بعدين نقوم واخدين نضغط على هنا ميديا فاير، هو هنا هنقوم داخلين ايه تنزيل الملف مرة اخرى عشان بس انا كنت منزل. فطبعا اهو شوفوا لو ملاحظين واحد بكاء هنا اهو زي. فطبعا علشان انا منزله هنا كده، فهينزل معاك بالطريقة دي، ما لكوش دعوة باللي فوق دول علشان ده. وبعد كده تقوم نازل تاني طالع، تضغط اكس، هتقوم داخل على ملف الداتا، تضغط على ملف الداتا هتلاقي هو ده، تقوم ضغط على البتاع الزرقاء اللي هنا، تضغط عليه بعد كده هيجيلك ده، بس تقرا الاسم داتا في ده، تقوم داخل تنزيل الملف مرة اخرى. تمام. بعدين هيطلع لك هو ده، بس عشان انا منزله اهو نوم ايه مش عشان يعني انا كنت منزله فينزل معاك ده. اما بقى الاو بي بي زي المره اللي فاتت، تنزل كده وتيجي على الاو بي بي، هما كلهم بمساحه صغيره جدا. الاو بي بي اهو، تضغط تاني على التنزيل. تمام اهو اهو. تمام كده كده بينزل معاك 113. بعد بقى ما ينزل معاك هيبقى بالشكل ده كده تحت بعضه. فهنعمل ايه بعد ما يحمل؟ نقوم طالعين داخلين على متجر بلاي. بعد ما نخش على متجر بلاي هنكتب هنا في البحث، نكتب نقلب انجليزي ذا ارشيفر اللي هو ده CHIVER، هو ده برنامج فك الضغط اللي هو هيحتاج ويعمله. طبعا بعد ما تنزله تقوم ضاغط فتح، هتعمل سماح وكده. بعد ما ينزل معاك هتقوم واخد التحميل، تقوم عامل دي كده، هيطلع معاك ادي 1 2 3 دول اللي انا بعمل عليه. هتقوم واخد دي عامل لها تثبيت، طبعا هيجي معاك وتعمل لها تثبيت. تمام. ثانيا الداتا تقوم ضغط عليها كده وتخش على مشهد تقوم ضغط ضغطة. بعدين هنا كده تقوم ضغط ضغطة طويلة مطولة، بعدين نسخ، تاني كلمة نسخ. بعدين نروح هنا على ذاكرة الجهاز، وبعد ذاكرة الجهاز نروح على الاندرويد. بعدين الداتا اللي احنا خدناه ملف الداتا نحطه هنا، بعدين نضغط على العلامة الخضراء هيطلع معانا بالشكل اللي احنا كنا عاملينه. ولو جالك كده هتقوم ضغط استبدال. تمام. بعدين هنضغط تاني تحميل، طبعا عشان كنت منزله بس فمش هينفع ننزل عشان المساحة. هنقوم ضغطين على الاو بي بي، نقوم ضغطين مشهد، وبعد مشهد هنضغط ضغطة هنا، وبعد هنا ضغطة كمان، هنلاقي هو ده اللي طالع لنا. ضغطين ضغطة مطولة، بعدين نسخ، بعدين على ذاكرة الجهاز، بعد ذاكرة الجهاز على الاندرويد، بعد اندرويد هنروح على الاو بي بي ونتك على العلامة الخضراء وكده هنقوم كده وكده، وهينزل معاك نفس الطريقة، حتى الداتا برضو هينزل معاك. وبعد ما تنزل هتقوم رايح على اللعبة، هتظهر لك بالشكل ده اللي هو شكل ايه كاس العالم. هتخش على طول، هتفتح معاك اللعبة اجلك كده. تمام. تطوير وتعديل احمد ديبة. طبعا في الفيديو اللي فات انا كنت عامل ان ازاي نحط اون تايم سبورت وكل حاجة، فطبعا هتفتح معاك بالشكل ده.
تمام. بعد ما تفتح هي هتاخد حبة وقت، هيفتح معاك كده بالشكل ده وكده تمام. تقوم ضغطة خلاص، ضغطة كمان وكده تفتح معاك اللعبة وتقدر تلعب وتشوف اللي انت عايزه. حتى اهو ماتش مثلا اهو الاهلي والزمالك مثلا اهوت، اللعبة بكل شيء ما فيش فيها اي حاجة، عادية خالص اهو. واللعبة اهو بنلعب عادي، ما فيش اي حاجة، بنلعب خالص، ما فيش اي حاجة يا جماعة. طبعا يا جماعة متنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك وسبسكرايب، ومتنسوش تعملوا لايك والاشتراك علشان توصلوا لنا اول جديد. ولو اي حاجة واجهتك او اي مشكلة اكتب لي في التعليقات وانا هعملها لك بكل سهولة. ويلا سلام عليكم.